كبران تخطاتلت مدب دمص حرنة هقرا ودت كاب هاجر شودن كميك أنكم كمي حديركم كمي وعلكم مساخم راديو دمص حرنة هقرا ودت كاب هاجر شودن كبران تخطاتلت مدبنا مرحبا بعمتي تعنا عمتي فقرن سنيتن عمتي حرنتن عمت عوتن قبرلنا عمتي تشعن عسر شوعتن انقعد حان مساخنا ولنا فلما ناي راديونا فنوي انه نجمر مدبكم مدبنا مدب دمص حرنة هقرا وهدت كاب هاجر شودن اب اف ان 88 ميجا هات زركب كوينو كل جزء قدام بخلت يوم علاوين قنقاتنا تግርኛን عربن زفنو مدبو انه يجمر لومي مباري علت شوعت تري كلتشحن عسرتو شوعتن عم تمرت فرنجي ساعد حدا دحر قطري لومي معالتي بأقواصاصرا ناي هايمانوت توحدو بعل الدس لزخونه نخلهم امنتي هايمانوت كريستنا رعس بعل الدت يقبر لكم ناولنا سناي منيتنا نقلص بمقصال مسناي لو مدباتنا نملاي داكل بخري نسلخو زلنا نسد زلنا ناي كلتشعن 10 شوعتن عام تمرت فرنجي قدماي بارس زينا خنجمرينا قصيلنا خا اقداسي رئيس انقص ناي سلفي ديمقراسي حزب ارترا عامتي كلتشعن 10 شدشتن افانينا كلتشعن 10 شوعتن انقبل الله كما يتمثل زبل مهار زخونه كنا نبب كنفتن إنا بمقصال كم تلمود زلكم نايكل تشعن 10 شدشتن زهبكمنا مخري معدوتات انقصات درفتات قصال خون نعدمنا حجخا زلكم رئيتو حبريتا ختصنقنا حدرا نابلنا مدمنا نجمرلو دحريو قطتا ترخبنا مستدليو ناي ستودينا قصر سلكي 031 26 10 9 خوينو كاوصاي مزخون كا 0046 31 26 10 9 لكم ترخبنا تدخلوا دحر مدبنا مفصامو خا كل تحستو راديونا اب يوتيوب اب حرنة اورغ اتيكم كتسمعناهم تقولوا كمون اب فيسبوك كمون اب غزا الكترونيك نحنا دمص حرنة لكم كترخبونا لنا تلابنا دحر قرب دقائق قبل الزيانه خناتينا بمقصالنا يلوم مدب أقربتنا دالوتن صحيح قلتا بقنقة تقرينيا محمود اسماعيل بقنقة عربينا سنة مكتتالك برلنا
أرئست زينا لتشوعت تري كلتشحن عسرت وشوعت عام تمرت فرنجي حزاني ترخبو أب هاجر نروين هاجر شودن إرتراويان أحواتهم أنستم قتيلهم سعود عرب أب سعود عربيان وسأتنياتات زوجات تحدش حقي جبرين من مخفال نإرتراويان عبي أشغلت كوينو الله إذا خمزيلون كله إمباس ناي هاجر السودان أون إرتراويان كجوش الدليل فلي ورقة كوسو كمزة جددة تفليتو ويشتا هاجر إرترا كنتات هاجرنا نهزبنا أشغل كنتات ناخده يقصل الله أسمراء مسرحيت فورتو زتتحازي أبقيد صنحو كلتا سبا سلطان هقدف كم زتلو قوي فلت الله إرترا حانت كابتنا بتحد درجة معبالة دخلنا تركبها سلسة هاجرات مهانا ناي حبرات منقستات ما أصنعي كفلي حبيرو ناي مودة زينانا هاجر إثيوبيا أبال صوتو ناي حبرات منقستات عالم كوينا زبلو قونو يوم زينا بزرزر ستوكولم شودن أب هاجر شودن كتما ستوكولم حدا حونا نحنتي حفتو مالت بصيتو وي محازو زنبرت قتلو نفسو خمز قتله بزحلفه سمون تفليتو اذا خمزيلون كله اب هاجر نرويون حدا إرتراون معلت بيتو قتلوا حدا إرتراو ود 38 عامت زعدميو بعلت حمشت تري كلتش عن 17 عامت مرات فرنجي اب جزاء اب كتما نبيس جن بوسجرد مويتا خمس ترخبت بوليس نايت خبابي حبيرو إذا مسدراب اب كلتش عن 14 عقبحتيتهم كاب إرتراز موص خون خلو ثلاثه حصانات قلعت زلهم ايوم اتحدقا مستفصمت سبعاي بعلون بوليس كم زحبره تم قلعت كا اب تحتي كنكن اغلغلوت حبرساوي نايت ختما خمز ركبو دزينا حبيرو سعود عرب اب سعوديا سعود عرب اب زركبو ناي وصاتنياتات كفليو بصحفت ننوس كف ابال سدرابيت ورحاوي 100 ريال كخفلو زجدد حدش حقي اوصيا اورا حمله ناي حلف عمت اب جبر زوعل حدش حقي ارتراوان زركبو ناي وصاتنياتات زغا كبيت شغلو تفطيرهم زلخا منጭታት راديو ارنا كاب هاجر سعوديا حبيرا بمسر زوصي دول حدش حقن امنه ثلاثه قلعو زلو ابو نايدقون ناي بعلت بيتون دمر ورحاوي 400 ريال كخفل كم زقدد يزحبر ازي سعودي اوصياتو زلانو سكف تالاي ابال ناي وصاي سدرا زخونن ور 100 ريال كخفل زقدد حدش حقي بزي دو كيبله نو سكف عمت ب100 نا زياده كاب كلتشعن 20 عامة مرت فرنجي نفسه كف أبال سدرابيت ورحاوي 400 ريال كخفل كم مخانو خايو زحبر أب سعود عرب زركو بزحات إرتران سدرابيتات بزيكاتني إمباسي كخفلوها زقددو كل تخمئتي محدث باسبورت كال بنقسنت سعود عرب وين تأوجو زول حدش حقي نفسه كف أبال ورحاوي 100 ريال زنبرو ثانية بزسق أشاقيلو 5 ركب يحبر
ንግስነት سعود عرب زي كازي اتاب هاجرات زركبو ناي وصاتنيات نفس كف ابال سدرات 100 ريال زخفل زجدد حدش حق موصا منبر فقاد ورقتن محداس تعريف አገልግሎት ናይ ማይ ኤሌክትሪክ ክኸውን ምዃኑ ከዓ ክሕብር ምዃኑ ይብል ኣብ ሳዑዲ አረቢያ ሎሚ ኤርትራውያን 75,000 ከም ዝርከቡ ሰነዳት ኤምባሲ ናይ ስርዓት ህግደፍ የመልክት ይብል እቲ ዜና ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ናይ ሱዳን እውን ናይ ዝገሹ ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፍሉይ ወረቐት ከምፁ ከም ዘገድድ ተፈሊጡ ኣብ ሳዑዲ አረቢያ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ናይ ሱዳን ንሱዳን ክገሹ ደሊ ኤርትራውያን ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ፍሉይ ወረቐት ከምፁ ከም ዝሕተቱ ምንጪ ይሕብር እዚ ኤምባሲ እዚ ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘየተግብሮ ዘሎ ኣብ ኤምባሲኦም ናይ ድጋፍ ወረቐት ከምፁ ዝጠልብ መስርዕ ኤርትራውያን ንኤምባሲ ኤርትራ 200 ዝኸፍሉ ይተሓባበር ምህላው እቶም ምንጭታት ይሕብሩ ንግስነት سعود عرب ኣብ ወርሒ ሐምሌ 2017 ኣትሒዙ ግብራዊ ክኽፍል ነፍሰ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ከምቲ ዝኽንሓብርና 100 ሪያል ክኸውን ከሎ እዚ እውን ምስኡ ዝተሓሓዘ ምዃኑ እዚ ኣብ سعود عربያ ኣውፅኣቶ ዘሎ ነፍሰ ወከፍ ተደላይ ኣባል ናይ ስድራ ቤት እውን ምስኡ ዝተሓሓዘ ከም ምዃኑ ኣሻቒሉ ከም ዘሎ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣሸጊሩ ይርከብ ኤርትራ ሃለዋት ሃገርናን ህዝብናን ጌና ኣብ ኣሻቕሎት ቀጻሊ ተስፋ ዘይሕብርን ህይወት ይጻጣሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ መላኽ ስርዓት ኣስመራ ብዘሎ ተነጽሎ ንምሽፋን እኳ ዋላ ኣብዚ ዓመት ዝሓለፍ ናይ 2016 ሓያሎ ኤምባሲታት ይኸፍት እምበር መዓልታዊ ህይወት ህዝቡ ተደቂሱ ስለ ዘሎ ኣውያት ህዝብና ንዓለም ክቃላሕ በዛ ሓጋዝ መድረኽ ክመጽእ ዝብል ተስፋ ኣሎ ኣብ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ እዋን ሓድሽ ዓመት ናይ ምሕረት ናይ ሰላም ናይ ዕርቅን እናተረኣየ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ግን ብግልባጡ ምፍርራሕን ማእሰርትን ጭንቅን ይርከብ ከም ኣብነት ኣብ ሃገር ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝባን ስንቀይ ዝተባህለ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንኣምላኾም ዝልምኑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ገዛ ኮይኖም ክጽልዩ ጽንሑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሮ እቲ ልደት ከም ዝኣሰሮም ይፍለጥ እዚ ኩነታት እዚ እና ተንሓበጠ ኸይድ እንከሎ ድሮ እንሆለ ተማሃሮ እንዳ ማርያም ንመጀመርታ ግዜ ኣድማ ከም ዝገበሩ ካብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ዝተረጋገፁ ዜና ይሕብሩ እዞም መሳኪን ተማሃሮ ልዕሊ 27 ዝኾኑ ንግዚኡ ብፖሊስ ናይ ተሃገር ተታሒዞም ኣበይ ከም ዝኸዱ ኸማን ዘይትፍለጠሉ ኮይኑ ይርከብ ብዘይ ትግበር መብጽዓ ህዝብን ሰራዊትን ተታሊሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ዝነፍስ ዘሎ ፕሬሲደንት ቃላሓተታ ክገብር ሕቶኹም ኣቕርቡና ወሉን ምግበር ከዓ ነቲ ህዝቢ ቅጭ ከም ዘይበሎ ይፍለጥ ዕድል ዝረኸቡ ሰበ ስልጣን ከዓ ነቲ ስርዓት ራሕሪሖም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ምሁር ምኩር ክኢላ ዲፕሎማሲ ናይ ክኢላ ናይ ኣፍሪቃ ዝነበረ ነቲ ስርዓት ራሕሪሑ ኣብ ዱባይ ምስ በጽሐ መሊቑ ንኣሜሪካ ከይዱ ዕቑባ ከም ዝሓተተ ከዓ ይፍለጥ ምዝ ከምዚሉ እንከሎ ምስ ስርሒት ፈርቶ ዝተተሓሓዙ ክልተ ሰበ ስልጣን ናይ ህግደፍ ከም ዝተለቁ ይፍለጥ ብቋንቋ ዓረብ እትዝርጋሕ መርበብ ሓበሬታ ኣዶሊስ ምንጭታት ንምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ሓበሬታ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓላፊ ህግደፍ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝነበረ ሳልሕ ካፊኖ ኣዛዚ ክፍሊ ሃንደሳ ኮሎኔል ዮሱፍ መሐመድ ብዓርቢ 30 ታሕሳስ 2016 ተለቂቖም ይብል ኣብ 21 ጥሪ 2013 ብኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ዝተመርሐ ስርሒት ፈርቶ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ዝገበሮ ጻዕሪ ድሕሪ ምፍሻሉ ኣብቲ ስርሒት ተሓባቢርኩም ዝተባሂሉ 10ታት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ህግደፍን ብቀይዲ ከም ዝኣተዉ ይዝከር እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተቀየዱ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሙስጣፋ ኑር ሁሴን ሓላፊ ወተሃደራዊ ግዳት ኣቶ ዓብደላ ጃብር ሚኒስትር ማዕድን ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ ሓጅን ሜጀር ጀነራል ዑመር ጠዊል ኣዛዝ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ኮሎኔል መሐመድ ኑር ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ደቡብ ሳልሕ መሐመድ ዑመር ካፊኖ ኣዛዝ ሃንደሳ ኮሎኔል ዮሱፍ መሐመድ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ነበር ዑስማን ኢድሪስ ጅምዕ ካልኦትን ይርከብዎም ነይሮም ኣብቲ ስርሒት ፈርቶ ብዝፍለጥ ብ21 ጥሪ 2013 ብወዲ ዓሊ ዝተፈጸመ ሓደ ካብ ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ከም ተሰውአ እዩ ዝዝከር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብፈርቶ ዝተኻየደ ለውጢ ዝጽዕ ስርሒት እስላማዊ ምንቅስቃስ ክብል
እዩ ሽሞም ንብላል ኣወፃኢን ኣብ ውሽጥን ዝሃቦ فشل بروباغندا خمس نبرخ أيرسعن إيرترا حنت خابتن 48 هاجرات عالم أبتحد درجة معبالة دخلنات كم زنبرا حورات هاجرات أبزرقو حدش أبصاب أفليتو أم نقدن معبالين زتو كوري أكل حورات منقستات عالم كل 2016 أب تزازملو ورحزلا زرقو حص أبصاب إيرترا كم زأمسلا دخاتات هاجرات دخلنات إنا خبدن إنا بلن معبالين دما ندحريت إنا تقوتي خيد مهلاو بمتقات 16 تقابتن أبتحتي درجة معبالي دخلنا زركب 48 هاجرات قنا زمس 10 عام زحاشة لو 5 تصفى كم زخون يملكت زتحت درجة معبالي دخلنا زلو هاجر تبهيلا أما بل 288 تسريع زلا نيجر كتكون كلا أما بل 280 شعات مع كلا ريبوبليك أفريقيا أما بل 286 كا إيرترا تركب أب إيرترا ما أكلاي جمجم أعمتاو أتوت زيجاتا $309 كجمجم إنكله إذا دما بجمجم إتي أبصرح عالم توافير زلوا زيجا $305 ورح عودمز الله مالت إيو إذا أبتحط معبالي دخلنت زركبا هاجرات 48 هاجرات عالم زبزها هاجرات أفريقيا إيان حموشته قربابته هاجرات قرن أفريقيا أبزر زر كبا كوينن إيرترا كابتن أبشعين 994 إثيوبيا أبشعين 991 جيبوتي أبشعين 982 السودان أبشعين 971 صومال تماسا بتشعين 971 عام تمرت أبتحت درجة زركبا هاجرات إيان كم زخنا يفلت نايمود داتا زينانا إثيوبيا أبال بايتو تحورات منقستات عالم كوينة بعد 3 تريز تزرقحي إثيوبيا حنتخابتن 10 زي قوم تقبلات بايتو تابو مخانا حبرات منقستات زرقحاتو حبريتا أفليتو اتهاجر مس إيطاليا شويدن بوليفيا كازاخستان بمخانا منبر بايتو تتا رخيبا الله ستا بايتو حبرات منقستات عالم بحموش تقوم تقبلات هاجرات مالت أمريكا بريطانيا فرنسا تشاينا روسيا زقوم قون انكله أمنوسو كف كلت عمت زغيرة خاء 10 زي قوم تقبلات هاجرات دما اللواء أنغولا بمتكا أبال إزي بايتو خينا زلا إثيوبيا أبزناي لوم عمت أفريقيا أفريقيا أبزوكلا 3 هاجرات حنتي كتكون إياه إثيوبيا أبال بايتو تختكون أبز تخيل مسرح مرجع أبش كاب 209 هاجرات ناي 285 هاجرات دقاف مركبا خاء إيو أبتحتي حبرات منقستات حبرات أفريقيان زحقوفي عقاب سلام سراويت ناي صومالن ناي دو سودانن كالوت أبزوافرة هاجرات زخونة إثيوبيا أب تاريخ أبال زي قومت بايتو خدكون زي نسالساي وانو إيو بشعن شعاتن 260 شوعاتن شعن شعاتن 280 شعاتن كم أخوة أب كل تشعن 10 شوعاتن زي قومت أبال ستاخ زخونة إثيوبيا أب زوان زي ناي هصوص وان إيا زلا ناي زعمز 10 زي قومت أبالات بايتو ستا إثيوبيا جبسي سنغال إيطاليا شويدن بوليفيا أوراغاي يوكرانيا كازاخستان جابان كأيين كينيا سيشيلسن نزي منبر زكوادادرا تقراربا وكان تنبرا أبترخ التشعن 16 كمز سحبا أيو زفلت كبران تخطاتلت مدمنا بأري نايلوم زينانا أبزي نزمزمالنا خابز قتلنا حانتي أقدا سيت زيما بميكيال محرة أب ميكيال هبوب درافاي حونا حوهم كلنا بحبار كوينا بس حواتي كوينة اتبل زي ما كان اسمعكم هنا
حداس عمر عبر يخارن شقوى اللي عبر خان عبصلع من رهوان صغير 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 عبصة حداس عمر حابسكو خان فيستا سمر ودي خاقر حجي يا ساعة لوخوت صرقي برخان بيجرب قربا صلمت متيو زبول مريت تمر حبا هو التركة قيوم التنسخون قبل حادي فتح رقت كل بقاكا ستم كمن دبل أنت اللنقا اللنقا تبع معن دبل أنت اللنقا اللنقا
كبران تخطتلت مدمنا مبارز هبوب سنة طباباوي محرت أب مكيال مسحواتي كوينة تبع عندنا تبع حبيرنا تقندل كنولع سمر ود هاجر لومي ساعتا إلنا لو مهاري زموها بالبي نمسكن إزي بمسرت حدش عمت يو زدرفو مخرون معدون كا نبولنا زرقحو مالتي سلفي ديمقراسيز بإرترام بأري نعمة خلتشعن 16 أفانينا خلتشعن 17 نقبل اللعلت إيو جزيه بزي زخونا يخون تسعنو عنقفات إيو جزيو زغتصل كلهم ناي جزيه ملكعتات كاب كالوت جميركا كاب كالإيت جميركا ساب تزلع عالة زخونا حيلي كحقفو ويك دونجيو زي خل ناس أقتصال مسرح قعزو اللوام نجزيه أبوانو قصيرو أخبيرو كتقملو زي كألا أكال كالتافين كتصالنتن مسرح قزو كأيرو كم زصبيخ قبر أي كإلن إيو بزحات بتي زتوهبهم ناي جزيه صقا زي تطقمو مس جزيه كمارورون كراغمون مسمع زتلمده إيو انتو خنا جن نجزيه أب قدم دانيا كخصص كونه كمقوتلو أي كألن إيو جزيه ناس أصلا زخونه كم مسعن تزرقيخا تونشيفكا ويك تقليلكا التحصرون أيكونن جزيه حيالي جزيان ود سب ناس أبزتوهبو هي بحدا إيو انتو خنجن مين ينجزيه بقبوز تقمرلو عزار عربي إيو هبتن دخنتن فلتتن دنقرنان سلامن هوكتن فقرن سلقن عوتن وتكتن كلهم مس أطاق ما جزيه متأسار زلوم تساررتي ترخبوطات إيو ببحري يوم كا اتحادي أونتاوي تخال كا نقالوتا زوكلو إيوم اتوم أونتا نابقو زبصحوو رقاحيتات نجزيه قبو بنتقام عبي إجام اللوم إتو نجزيه بقبو زتقام تقوه هركوت ناي أونتاون تتقام خمزخوون ردو إيو إتهاكاين نجزيه بقبو زي تقام كا قداي ناي ألوتاو شنخ كمزخوون زدادي زخووني إيو جزيه كبرن تنقاقن كتحاز قبو هي بزعبا مخانو أب حبرتسب ناي جنزبا بوتا اللو جزيه ورق إيو إذا ملكت جلاسي مثالياوي أبهالا إيو مس جزيه قصراها أخبير كمقعز كم زد اللي نمبره ولدنا جزيه خلكا جزيه أي تصبي زبلو ون عبي بوتا زوهابو أجلال صا إيو عدل حدا جزيه إيو زبهالنا ولدنا مثالي أون أب جزيه بسول درجو تزي تتقيم كالو زي بس حكا مخانو مبره زقرب إيو جزيه أب هيوتنا فتقارو تسعونا مهانس لنردع حدا كفال جزينا أبنت عمت كحلف انكولو بزعباز مسسناي من نيوتنا هنجلس مبساعتاتنا أتول انكلنا نجزيه زلنا خبري نجلس مهلاونا بروهيو أي كونندو ناي عمت مقيار ناي ورحي مجمريا بحث وون ترجم نهبا إنا إذا أكلنا كبر جزيه زمالاخت إيو بز مسرت زي أب كم زي زلنا يجزيه ناي كلت عمتات ناي زحلفه من رخابات انقو حبصحنا أبصحكم تباهيلنا تزيني يسونا أي عبينان إيو سلازي رحوس بعل حدش عمد كلتشعن 17 يخون لنا إذا قبراو زخوون قنا من ناي زي كونه تمنيتنا ناي متكبار بقعات تقهات كنا انت قريبنا راح إيو جزيه عدا إيو إذا عدا زخعانا جدا كنكفلو زقبعنا إيو زتوسنا ناي جزيه ملكعين أبنت أب عمت كل جزيه بخر على تمنينا مخينو عمت زي الوقت حدش ترخبو كنحلفو انكلنا كساب كندي عدانا يهللك مهلاو عين زنقع سعبينو خانا ناي كالوت زي كنا ناي نفسنا إيو نحنا إرتراويان 3 عمت تقاليسنا تسنت أو حسنا زي 3 عمت نايك ألسي مس كله زحلفو عنقفاتاتون قم نجر استخفله بمخسب استسنى جزيه إيو دليت هزمنا قلتيف كانت سنت كام جبات كم زنبر فلوت إيو انتو خنا جزيه بناتو سرعات زقعز امبر بدليت دق سبعات سرحان زبتن سلازي كونه ابتي زبسولو بسيلو إيو جزيه زوسن
ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ቀይሕ መብራህቲ ይርኤና ኣሎ ትሕዝቶ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሌና ናይ ልዕሌና ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይልታት ከዓ ሃየ ተጠቐሙለይ ኣብ መሰረታዊ ዘይኮነ ጉዳይ ኣይትህልኹኒ በበይንኻ ኣብ ምውፋር ተዓቂብኩም ብሓባር ስርሑ ወዘተ ዝብል ቅዱስ ሓረጋት ይርከቦ እንተዘየለ ጉዕዞ ገታኢ ኣይጽበየካን እዩ እሞ ዝብል መጠንቀቕታ ኣሎ ንሕና ግን ወይከ ቅጭጭ እዚ ንርከበሉ ዘለና ወቕቲ ዓመት ኣፋኒና ዓመት እንቕበለሉ ዘለና ግዜ እዩ ኣብዚ ምስግጋር እዚ ነቲ ሓደ ኣፋኒኻ ነቲ ሓድሽ ፍሕሽው ገጽን ኣወንታዊ መውጻዕትን ምቕባል ድማ ልሙድ እዩ እንሆ ከዓ ሕጉስን ዕውትን ናይ ሰላም ዓመት ይግበረልኩም ይግበረልና ክንበሃል ቀኒና ዝበሃግ ህያባት እውን ተፋሂምና እዚ ጽቡቕ መግለጽታት ክሳብ ክንደይ ንሕልና ሱር ሰዲዱ ናብ ተግባር ደሪኽና ግና ፍሉጥ ኣይኮነን ጽባሕ ሓድሽ ዓመት ከምቲ ዝበልናዮ ኮንካ ዘይምጽናሕ ከዓ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ግዜን ቃልካን ተኣማንነት ምጉዳል እዩ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ተቃወምቲ ሓይልታት ከዓ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካልእ ኣጋጣሚታት ዝሓለፈ ኣፋንያ ንመጻኢ ጽቡቕ ምምናይ ከም ባህሊ ሒዝናያ ስለ ዘለና ተግባር እዩ ከምዚ ምምናይ ቅቡል ተግባር እዩ እንተኾነ ግን እዚ ጽቡቕ ትምኒት ዝምጥኖ ተግባር እንተዘይ ኣሰኒና ብተግባር እንተዘይ ኣሰኒና ትርጉም የብሉን እዚ ንምትግባር ከዓ እቲ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ናይ መዋጽኦ ኣተሓሳስባ ክነሰንዮ ናይ ግድን ይግባአና ብዛዕባ ርኡይ ምዝራብ ኣብዛ ነፋንዋ ዘለና ዓመተ 2016 ነፍስ ወከፍና ማዕረ ትጽቢትና ትጽቢት ህዝብና ነርና ኢልና ከም ዘይንንየት ፍሉጥ እዩ እሞ እቲ ክንዓሞ ዝግባአና ዕማም ከዓ ኣቦትኡ ዘሎ ዘይተኸፍለ ዕዳ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ክንዲ ኣብ ዝሓለፈ ክሳራታት ምስትንታን ካብኡ ተማሂርና ንመጻኢ ተሊምና ዘይተግበርናዮም ፍጻሜታት ንቅድሚት ከነማዕዱ ይግባአና ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት 2017 እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብ ዝቢልና ትቕጽል ሓንቲ ዜማ ክመርጸልኩም እየ واسدي بقاوزو سب سميحي او كديت انقاضي تقيمي كم بحال حماقي تخواري ناس كدينا مساقي زقرمي وهيلب زبنطاي أبشي شايكا حيال تغطاتاي أبشي كركابي سحيق كم تقاي زمخاني فقطاي مساتاي بأسي حوات مفتو تبلاتاي رفوي بري رفوي بري رفوي بري أم فتنتاي حبري رفوي وارين رفوي بلالين رفوي وارين بزعبات صباح نقري قالونا صدقات زفريو يخنبرو انت ذكريو كمشن في اللحقيب كازي تسريو كون الكاميو تسلقي تحريو يأكل تسلقي لبيني جبال كما بغاش وحيل السمر ورقصنا مفتقى ينجوا كل معري من بحر من جوا أبزا سجيني شكال يتنس وانا يقزو
نفسات حديثو أنت بحلقات عزة كل خير يا أخلنا أنت بحل ويسكي يا أخلنا تعالي المسكين إذا إمام تاريخ سنعوه أغاني ولا نبو بكنعو بيننا دربنا مستيد وقعا لبخلي واديو ولا دقعا توسح وصلاح حمام كدرعا ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበኣረይ ነዛ ምቅርቲ ደርፊ ከነቋርፅ ኢና ምክንያቱ ናይ ግዜና ናይ ትግርኛ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ናይ ዓረብ መደብ ከተሓላልፈኩም እየ ደጊምና እንቋዕ ኣብዛ ብርኽቲ 2017 ብጥዕናን ሰላምን ኣብቅዓና ዓመተ ጥዕናን ዓመተ ፍቕርን ስኒትን ገብረልና ከዓ እናተመነና ናይ ሎም መደብ ናይ ትግርኛ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ዝቕፅል ኣብ ናይ ዓረብ መደብ ከተወኩም እየ سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الاف ام 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تلفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. اليوم 7 يناير 2017 نبدأ برامجنا من الساعة 1 ظهرا إلى 2. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار. جريح في انفجار حاوية لقمامة في يوتوبوري. أصيب رجل بجروح في انفجار محدود وقع في حاوية للقمامة في مدينة يوتوبوري السويدية في الساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقالت صحيفة يوتوبوري إن الانفجار وقع عند الساعة 3:30 فجرا عندما قام الرجل برمي القمامة في المكان المخصص لذلك، حيث دوى انفجار في الحاوية. أصيب على أثره الرجل
بجروح خطيرة في كلتي ساقيه. ومن جهته أكد المتحدث باسم الشرطة في توبورك كريستر أن الجريح كان لوحده عند وقوع الحادث، حيث نقل عن قوله إنه كان يحمل كيسين للقمامة، وخلال رميه للكيس الثاني حدث الانفجار. وفيما تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، لا يزال الرجل يرقد إحدى مستشفيات توبور، وهو حاليا في حالة مستقرة. اتفاق لوقف بيع منتجات معينة من الألعاب النارية بعد تسجيل اعتداءات بها. أعلنت جمعية قطاع صناعة الألعاب النارية في السويد في اجتماع لها اليوم عن أنه سيمنع بيع بعض الألعاب النارية التقليدية بعد اعتداءات تعرض لها مؤخرا أشخاص وسائقو حفلات وطواقم السلامة العامة كانت استخدمت فيها الصواريخ والمفرقعات النارية في عدد من المدن السويدية. وقال بيان صحفي صادر عن SFB إن شركات المصنعة للألعاب النارية سوف تتوقف طواعية عن بيع صواريخ نارية تقليدية يتم تفجيرها في الهواء بواسطة الضغط لما تشكله من خطر على حياة بعض الأشخاص في حال الانفجار على مقرب منهم. أفورقي في أبو ظبي لبحث تفاصيل الاتفاق العسكري ومحاربة الإرهاب. كشفت مصادر إريتريا عن الزيارة التي قام بها الرئيس إريتريا سياسة أفورقي للعاصمة الإماراتية الأسبوع الماضي لم تقتصر على طلب أسمر للدعم فقط، والتي تعاني من شح في المواد الغذائية والمحروقات والعزلة الدولية، بل الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الإريتري الإماراتي بشأن تأجير ميناء عصب وتعزيز الوجود العسكري الإماراتي. واستندت المصادر للزيارة المتكررة لإسياس الذي يشرف بنفسه على الملف واصطحابه للعميد أيوب منسق الشؤون الأمنية والعسكرية في مكتبه، والعقيد قايم مدير الأمن الخارجي في وكالة الأمن الوطني الإريترية. وكان أفورقي قد وصل العاصمة الإماراتية يوم الثلاثاء الماضي، واقتصرت مباحثاته المعلنة مع ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن زايد، وهي الزيارة الثالثة من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء استعرض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها. وكان مركز أمريكي متخصص في الشؤون العسكرية قد كشف في ديسمبر المنصرم إن الإمارات وصلت تعزيز بنيتها التحتية العسكرية في إريتريا، وإن الجيش الإماراتي يعمل حاليا على استكمال منشأة عسكرية شمال غرب مدينة عصب، والتي تظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليه المركز. وأضاف مركز ستراتفو أنه منذ بداية تطوير القاعدة في سبتمبر 2015 فإن العمل يتواصل على قدم وساق في هذه المنطقة، موضحا أن القاعدة يتم بناءها على إنقاذ مدرج مطار إريتري مهجور، وستشمل مهابط للطائرات ومساكن للأفراد، كما يجري بناء منشأ لرسل السفن البحرية بجانب المدرج على الساحل. ورأى ستراتفور أن حجم العمل يشير أن وجود الجيش الإماراتي في إريتريا ليس قاصرا على مجرد مهمة لوجستية قصيرة الأمد لدعم عمليتها حول البحر الأحمر. ولفت إلا أنه في الوقت الذي تتواصل فيه عملية بناء القاعدة فإن السفن الحربية الإماراتية تستمر في استخدام ميناء عصب. الاتحاد الأوروبي يسعى لتحويل السودان إلى سجن كبير للمهاجرين. اتهم مسؤول حكومي سوداني الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل السودان إلى سجن كبير للمهاجرين، وقال إن الأوروبيين يركزون على الجوانب الأمنية والشرطية في مساعيه لوقف موجات المهاجرين التي تزحف إلى بلدانهم عبر السودان، فيما لا يعطون أهمية للأنشطة التنموية والتوعية. وشك عضو اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإتجار بالبشر إسماعيل عمر تيراب فيما يصدر من إعلانات عن تراجع عمليات التهريب عبر السودان إلى أوروبا، ورجح احتمال أن المهربين يطورون أساليبهم مستدلا بتزايد أعداد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. ودعا إسماعيل في حوار أجرته معه التغيير الإلكتروني دول أوروبا إلى مساعدة السودان والدول الأفريقية في مجالات التنمية، وشدد على أن سياستهم الحالية ستتسبب في تدهور العلاقات بين الدول والشعوب، لأن بعضها قد يضطر إلى إغلاق حدوده، وهو ما سيؤدي إلى نتائج خطيرة حسب تعبيره. واعترف تيراب بضعف أداء لجنته في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر في السودان بعد عامين من تأسيسها، وأرجح ذلك إلى عدم تخصيص ميزانيات لها وعدم امتلاكها لمقر، وضعف أداء بعض أعضائها
أعضائها، وأشار في هذا السياق إلى أن بعضهم لا يعرف معنى الاتجار بالبشر من الأساس. وتم تأسيس اللجنة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2014 لوضع الاستراتيجيات لمكافحة الظاهرة التي سجلت معدلاتها ارتفاعا غير مسبوق في أجزاء من السودان منذ العام 2010، أدت لاحتلاله مركزا عالميا متقدما ضمن قائمة الدول التي تنشط فيها عصابات الاتجار بالبشر، ولا تتخذ الحكومات فيها إجراءات عملية لمكافحة الظاهرة، كما ورد في التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية نهاية العام 2015. إريتريا تحتل المركز 186 من بين 188 دولة في مؤشرات الفقر والتنمية. احتلت إريتريا المركز رقم 186 من مجموع 188 دولة في مؤشرات الفقر والتنمية، وجاءت إريتريا ضمن أكثر 48 بلدا يعاني من الفقر وانعدام التنمية. وحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروفة باسم الأونكتاد، بلغ الدخل السنوي للمواطن في إريتريا 390 دولارا بمعدل راتب شهري يبلغ 32.5 دولار. ويغطي تقرير سنة 2016 ترتيب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأغلب الدول 48 الأكثر فقرا تقع في إفريقيا، وتدخل جميع دول القرن الأفريقي في هذا التصنيف. وجاءت إريتريا في المركز 186، يليها جمهورية إفريقيا والوسطى، وأخيرا النيجر في المركز 88 بعد 100 والأخير. ويقول التقرير بأن بعض الدول الأفريقية استطاعت إحراز تقدم كبير في سنة 2016، وسوف تستطيع خلال عقد من الزمن الخروج من قائمة الدول الأقل تنمية والأكثر فقرا، من ضمن هذه الدول تنزانيا وبوتسوانا. ويعتبر تقرير الأونكتاد وتقرير برنامج الأمم المائي من التقرير الأكثر مصداقية لمؤشرات الفقر والتنمية، بالإضافة إلى تقارير البنك الدولي. تعتبر هذه التقارير من أكثر التقارير مصداقية، وتعتمد عليها المنظمات الدولية في معرفة مؤشرات الفقر والتنمية والتقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إفلات مدان بجريمة الاتجار بالبشر بكسلة واحتجاز إريتريين بتركيا. في سابقة هي الثانية من نوعها تمكن مدان بجريمة تهريب بشر وقضايا مرتبطة بها من الفرار أثناء نقله من السجن المركزي إلى المحكمة التي كانت تنتظر في استئنافه في مدينة كسلة حسب الأنباء، وذلك قبل 3 أيام. المدان من أهل منطقة السواقي الجنوبية بالمدينة، كان قد حكم عليه بالإعدام بعد تحقيقات وجلسات عدلية استمرت لأكثر من عام، إلا أنه استأنف الحكم وفقا للقانون. وتجري تحقيقات الشرطة لمعرفة كيف تمت عملية الهروب. وتتحدث مجالس المدينة عن تواطؤ جهة رسمية وتسهيل عمليات الإفلات، خاصة وإن العملية هي الثانية من نوعها في المدينة، حيث تمكن محكوم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من الإفلات، وهو ينقل بين السجن المركزي والمستشفى في وقت سابق من هذا العام. وتتهم منظمات حقوقية مسؤولين سودانيين بالضلوع في عمليات الاتجار بالبشر، وكشف تقرير دولي عن تورط مسؤولين أمنيين سودانيين في عمليات اتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية. وقال إنهم متواطئون مع متجرين بالبشر ومسؤولين مصريين في عمليات الاتجار بالبشر التي تتم بين البلدين. من جهة أخرى، وحسب موقع تركي ناطق بالعربية، إن السلطات في أزمير التركية أعلنت عن إلقاء القبض على عدد من الأجانب، بينهم 12 إريتري كانوا يستغلون قاربا للعبور لليونان. وفقا للموقع، تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة بمدينة أزمير بعد الإجراءات الرسمية في ديكلي التي نقلوا إليها. إطلاق سراح كفنو والعقيد يوسف محمد. أطلق السلطات الأمنية الإريترية يوم الجمعة 30 من ديسمبر 2016 الماضي سراح كل من المناضل صالح محمد عمر المسؤول السابق للشؤون التنظيمية في الحزب الحاكم بالإقليم الجنوبي، والعقيد يوسف محمد القائد السابق لوحدة الهندسة العسكرية، بعد أن أمضوا نحو 4 سنوات رهن الاعتقال منذ ما عرف بحركة فورتو 2013، والتي ينظر إليها إريتريا باعتزاز. الجدير بالذكر أن العقيد يوسف محمد كان معتقلا في سجن ونجل مرمارا بوسط أسمرة منذ انتهاء عملية فورتو في يومها الأول،
بينما كان اعتقال المناضل صالح في سجن الدخالة الذي نقل إليه من سجن مندفرة منذ منصف فبراير من العام 2013. ويذكر أنه كان الاعتقال الثالث لصالح كفنوح، حيث وصلت مجموع السنوات التي أمضاها في سجون النظام منذ فجر استقلال إريتريا إلى 13 عاما وعلى 3 مراحل. إلى ذلك إشارة مصادر موثوقة إلى احتمال تواصل عمليات الإفراج الذي يعتقد أنه مشروطا لعدد من المعتقلين السياسيين نتيجة للضغوط التي يعاني منها النظام والعزل المفروضة عليه داخليا وخارجيا. تضارب الروايات حول انفجار غامض بالقرب من بورسودان. لقى مواطن مصرعة وأصيب 5 آخرون في حادث وصف بأنه غامض على طريق بورسودان حلايب في منطقة سلال سير التي تبعد من بورسودان حوالي 80 كيلومترا، وذلك يوم الخميس الماضي. وحسب موقع صحيفة السودانية أن الانفجار الضخم الذي نتج عن الحادث خلق حالة من الرعب والخوف لمواطني المنطقة، بينما سارع نائب دائرة حلايب في مجلس تشريع البحر الأحمر العمدة عيسى جامع نفى في تصريح للصحيفة أن يكون الانفجار ناتجا عن قارة جوية قام بها الطيران الإسرائيلي، كما روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر هنا أن حوادث مماثلة قد وقعت في المنطقة دون أن تكشف عنها السلطات السودانية حتى الآن، وقد تضارب الأنباء حولها أيضا. فقد سجلت المنطقة حدوث قارة إسرائيلية في عام 2009 راح ضحيتها عدد من اللاجئين الإريتريين كانوا ضمن قافلة للتهريب في طريقهم للأراضي المصرية. وكانت الخرطوم قد اتهمت إسرائيل رسميا بتنفيذ قارة جوية في إبريل 2011 استهدفت القيادي بحركة حماس عبد اللطيف الأشقر بالقرب من مطار بورسودان، ولكنها نفت في بيان للوزارة الخارجية مزاعم الإعلام الإسرائيلي باستهداف الأشقر في تلك القارة، ومؤكدة عدم وجود أي عنصر أجنبي في السيارة المستهدفة، وإن ملكتها تعود للسوداني، والقتيلان هما السودانيان عيسى أحمد وسائقه الشخصي أحمد جبريل. هذا وتعتبر منطقة شرق السودان عامة من المناطق المهمشة في السودان، وكانت مسرح عمليات عسكرية من فصائل مدعومة من الحكومة الإريترية والحكومة السودانية حتى عام 2007 تاريخ وقف النزاع فيما عرف باتفاقية سلام الشرق برعاية إريتريا. واحفظنا من عرس الزمن يختنوا بشيء قليل خلوا البنات تعرسن استرنا يا سبل الستر. واحفظنا من عرس الزمن واحفظنا من عرس الزمن يختنوا بشيء قليل خلوا البنات تعرسن استرنا يا سبل الستر. واحد يجوك من الخليج شنو طملاني من الهدوم وزايا مما خلى بيت. شنو طملاني من الهدوم وزايا مما خلى بيت. يتذكر الناس البعاد لو ملامات النسيم، وإن شاء الله بالزين والعديلة يا عريسنا الليلة جيت. استرنا يا سبل الستور واحفظنا من عرس الزمن واحفظنا من عرس الزمن اختنوا بشيء قليل خلوا البنات تعرسن استرنا يا سبل الستور. الشيل بالشنط الكبار ورياح الجازة معلبة استرنا يا سبل الستور. برضو الكريمات والعطور بالصفحة راقة مرتبة استرنا يا سبل الستور. برضو الكريمات والعطور بالصفحة راقة مرتبة استرنا يا سبل الستور. بعد العرس مسك القلم جمع الحسابات ضربة لقى
لقى نفسه غادس في الديون ظهر تردم من أبا استرنا يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن استنى يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن خلوا بيشك كريم خلوا البنات تعرسن استنى يا سبل الستر لملم قروش حصى السنين في لحظة أسبوع ضيعة استنى يا سبل الستر لملم قروش حصى السنين في لحظة أسبوع ضيعة استنى يا سبل الستر وبالتتم شهر العسل اللي بطابوها يرجعها استنى يا سبل الستر وبالتتم شهر العسل اللي بطابوها يرجعها استنى يا سبل الستر بدل النعيم جه الجحيم ومن المهازل شبعها سمعوا وروح للمطار ساعة السفر ما ودعا استنى يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن استنى يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن اقتنعوا بيشك كريم خلوا البنات تعرسن استنى يا سبل الستر ود البلد حرص الوطن تربال ويده مشدقة استنى يا سبل الستر ود البلد حرص الوطن تربال ويده مشققة استنى يا سبل الستر قام الصباح شايل فطور وأزم كسير مطبقة استنى يا سبل الستر قام الصباح شايل فطور وأزم كسير مطبقة استنى يا سبل الستر زرع المرق حصد القمح بهمة ما مرفقة لم زرع المرق حصد القمح بهمة ما مرفقة في لحظة حدد للعرس حصر المسافر بالربا استنى يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن استنى يا سبل الستر واحفظنا من عرس الزمن خلوا بيشك كريم خلوا البنات تعرسن استنى مقال بعنوان حروب القرن الأفريقي صراع لا ينتهي بقلم أسماء عبد الفتاح. تتعمق الحرب في القرن الأفريقي عبر 4 سيناريوهات يمكن أن تعطل استقرار المنطقة بأكملها وتتركز في إثيوبيا والصومال وإريتريا بسبب عدم القدرة على التنبؤ لدى الحكومة الإريترية بمدى المخاطرة التي تحيط بها وعدم الشفافية في بيئة المعلومات داخل البلد. فإنه من الصعب جدا أن نفسر بالضبط أي نوع من الخطط يتم وضعها في منطقة البحر الأحمر، ولكن يمكن الجزم بأن إثيوبيا هي من أثارت النزاع في إريتريا لزعزعة الاستقرار مع إقليمها السابق، نظرا لما يشكل من أهمية استراتيجية لعمق إثيوبيا ككيان جغرافي سياسي. قال موقع جلوبال ريسيرش إن رفع درجة الاستعداد في أي نزاع محتمل بين إثيوبيا وإريتريا يعتمد حديثا على دول التعاون الخليجي، والتي من المتوقع في نهاية المطاف أن تكون طرفا في الصراع، سواء بشكل مباشر من خلال قوات أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم المساعدة للجهة الحليفة، أو المشاركة بتواطؤها كوسيلة لعرقلة صعود أقطاب أخرى في المنطقة من خلال دعم إريتريا في وجه الصين والولايات المتحدة اللتين تدعمان إثيوبيا. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي وحتى تسيطر على الوضع في المنطقة بشكل أكبر قامت بإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي حتى تضمن حلفاء جدد غير آسيويين ليبقى صعودها في ارتفاع سريع وتطوق المنطقة الاستراتيجية الهامة في القرن الأفريقي، والتي تعتبر بوابة لليمن الهام بالنسبة لدول الخليج. أما الصين فتتصور أن إثيوبيا سوف تلعب دورا رئيسيا كعقدة رئيسية على طول حزام الطريق الذي يعتبر منصة الاتصال العالمية، وعلى هذا النحو فمن المرجح أن تستجيب بطريقة سلبية على أي عدوان عسكري أجنبي ضد حليفتها محوريا. ومع ذلك فليس من استراتيجية الصين التدخل عسكريا بشكل مباشر، بل على الأرجح فإن بكين تعمل للوصول إلى حل دبلوماسي لوقف الأعمال العدائية بين إثيوبيا وإريتريا في أقرب وقت ممكن، والذي قد نراه من خلال تقديم قواتها كقوات حفظ السلام موثوق بها من خلال الأمم المتحدة. وإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي بأي شكل من الأشكال تستعرض عضلاتها لمساعدة
حليفتها إريتريا، فإن الصين سوف تعترض على الأرجح على تلك السياسة التي تشكل خطرا على استمرارية سياستها بالكامل في عبور القرن الأفريقي، لأن دول مجلس التعاون الخليجي الطامعة مع حليفتها تركيا في قواعد عسكرية في تلك البلدان هدفها تشكيل حلقة حصار حول إثيوبيا يمكن بسهولة أن تستخدم لممارسة الضغط ضدها، سواء من خلال دعمها لإريتريا أو ربما حتى دعمهم لحركة الشباب الصومالي. وأضاف الموقع أنه إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا استخدمت الصومال كقاعدة انطلاق لزعزعة الاستقرار ضد إثيوبيا، فإنه من الواضح أن هذا ينطوي على نوع من الاضطرابات في المنطقة الصومالية التي كانت تسمى سابقا أوغادين، والتي تشهد هجمات إرهابية مباشرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ثم اندلاع العنف بالقرب من الحدود الإريترية والصومالية، مما قد يؤدي إلى انقسام القوات المسلحة الإثيوبية. احتمالية استمرار الحرب الإثيوبية الإريترية إذن قوية، خاصة مع وجود دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز موقعها الاستراتيجي في إريتريا وتقديم المساعدة الحاسمة لتحويل التوازن ضد إثيوبيا. كما أن هناك سيناريو واقعيا مقبلا لزعزعة الاستقرار الإقليمي هو إطلاق الحروب المختلطة في جيبوتي وإثيوبيا، حيث أن كل البلدين خضعان بالفعل على نطاق محدود في وقت واحد لاندلاع الثورة في نهاية ديسمبر 2015، وكانت للولايات المتحدة يد كبرى في الأحداث وزيادة الاضطرابات التي تمت إثارتها في محاولة وضع هذه الدول في موقف للابتزاز الاستراتيجي إلى أجل غير مسمى. وفي إشارة إلى جيبوتي فمن المتوقع أن تنزلق البلاد مرة أخرى إلى انقسام وفقا لخطوط عرقية جغرافية، كما حدث خلال الحرب الأهلية 91-94، حيث تواجه عفر شمال البلاد صراعا ضد الجنوب الصومالي، مما قد ينتهي بالبلاد إلى تطبيق النظام الفيدرالي أو تقسيمها إلى منطقة عفار الكبرى والصومال الكبير، والمنطقة التي تهيمن عليها إثيوبيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب، والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. هذا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانا من